مع احترامي للاشخاص يعني صالح الملا يعني. انا ما اشوف ما ارد على الاشخاص، لكن تسالني السؤال بوجه عام. قلت تصريح صالح الملا شو تقول؟ اول شيء لمعلومك الخاص، الاتفاقيه الامنيه ما هي على جدول الاعمال. وان كانت وانا صرحت وكثير من الزملاء النواب صرحوا راح يصوتون ضد الاتفاقيه الامنيه. وبعدين احنا هذه رساله، احنا قرينا اليوم احق صلاحيه الذهاب للمحكمه الدستوريه في عدم الدستور، وهذا طبعا مكسب لهذا المجلس سواء من 10 اعضاء مجلس امه او حتى بعد اقرارها فيما لو كان هناك اغلبيه، والكل انه يذهب المحكمه الدستوريه في عدم دستوريتها اليوم، مو بس على مستوى الاتفاقيه الامنيه، على كل التشريعات اللي في السابق او التشريعات التي سوف تاتي بالمستقبل ويشكك في دستوريتها. لذلك المزايده على قرارات المجلس ولا النواب هذا من يعني مع احترامي وتقديري وجهه نظر، وان كنت اختلف وياها، لكن في النهايه احنا عندنا من الوعي السياسي على مستوى الشارع السياسي انه يقيم هذه التصريحات ويقيم دور المجلس من ضمن القرارات. يعني بمعنى آخر، لو هذا المجلس يعني مهما يكون من إنتاجيته وإيجابيته، في البعض لن يقتنع فيه، لأن أساسا مو مقتنع في المجلس ولا مقتنع في الصوت الواحد ولا يقتنع بالدستور، لذلك ما راح يقتنع بس أنا بأجاله بس أسئلة تويتر. الأخ صالح المزيد يقول لك يعني يتكلم عن أداء الحكومة واختيار القياديين، لماذا لا يرفع شعار الحكومة المنتخبة والتوجه لها تدريجيا 50 سنة ونحن في انحدار؟ خليني أقول لك شيء. انزين، هذا السؤال وين من 2009 عن اللي دافعوا واللي يتكلمون عن الحكومة المنتخبة؟ ما كانوا هم أغلبية في المجلس ما دافعوا عن الحكومة اللي رفع الشعار. ليش ما مارس هذا الدور يوم كان هو عنده الأغلبية المريحة ودخل في الحكومة؟ أنا شخصيا أعتقد ما عندنا مشكلة، أنا شخصيا ما عندي مشكلة إذا كانت الحكومة المنتخبة، لأن دستوريا الحكومة بشكل غير مباشر منتخبة، لأن هي من ناحية دستوريا صلاحية صاحب السمو باختيار رئيس الحكومة، لكن أنت كذلك دستوريا من حقك طرح عدم الثقة بأي وزير، وحتى بالحكومة مجتمعة في حالة وجود الأغلبية. ما أنت يا عزيز الفاضل كان عندك أغلبية وشاركت في الحكومة، وينك ما اتخذت هذا الاجراء ورفعت هذا الشعار؟ السؤال الثاني من الاخ مراقب يقول لك النائب جمال العمر، كيف تفسر الدور الرقابي لمجلس الامه ومبنى مكاتب النواب الملاصق لمبنى المجلس معطل بسبب تقاعس المقاول؟ يعني اقول انا اتفق وياك، هذا المشكله المجلس الاخوان المجالس السابقه من ضمن القضايا يعني كلامه صحيح، ومع الاسف احنا في المجلس اصبح لنا سنه ونص قاعد نعالج خمال المجالس السابقه. اعطيك مثل بسيط، لجنه حمايه مال العام، شو القضايا اللي عندي؟ استاذ جابر مال المجلس السابق، الداو كيميكال، موضوع شل، كل القضايا والبلاوي المجلس السابق احنا قاعد نرجع فيها، لان ما كان فيها تقارير اساسا في السابق. احنا اللي رفعنا تقارير بشكل قانوني واستعنا بديوان المحاسبه. يعني الكلام اللي قاعد تسمعه شيء، يوميا احنا على ارض الواقع ولا ماكو شيء، بس حكي. هل فعليا اتخذت اجراءات؟ ماكو اجراءات، حتى سرقه الديزل ولا تقرير مع الاسف. والتقارير لمعلومك الخاصه اللي كانت موجوده حتى يعني بدايه عملها انجزناها ورفعناها على جدول الاعمال، اصبحت واقع من خلال تقارير فعليه موجوده وراح فيها دور مناقشتها واتخاذ القرار السياسي. مو هذه القضايا، قضايا كثير، خذ يعني قول كل المشاكل اللي قمنا نعاني منها الآن، حتى استقرارنا وخسارنا وتراجعنا وكل الأمور هذه كلها من البلاوي اللي المرحلة السابقة اللي احنا عشناها. لأن اليوم اللي تشوف واقع الحال، كثير من الإخوان يقول احنا ما نشوف إنجازكم. قلت له يا عزيز الفاضل، الإنجاز اللي تشوفه اليوم هذا مال المجال السابقة، يعني المشروع ما ينجز بيوم وليلة. لو كانوا اللي قبلنا مثلا قبل 4 سنين موقعين هالمشاريع كان شفتها اليوم، هذا ما يصير انجازنا، يصير انجازهم. احنا انجازنا وشغلنا راح تشوفه بالفتره القادمه على العقود والمشاريع اللي موجوده. لذلك اذا انت يعني مستاء انت تقيم لي على التشريعات اللي انجزتها، لكن من واقع الحال شيء ملموس بهذه المشاريع ما تلمسه، لان اللي قبلنا ما مشى شيء. بختم السؤال الاخ ابو سعد يقول لك، هل هذا المجلس يرضي جمال العمر؟
وقتهم معه ما يحقق الامانه. كنت اتفضل يعني ما يحقق طموحي صراحه، اكذب على الناس. مجلس للامانه نحاول قدر الامكان ان نعمل، لكن انا حالي من حال اي فرد من الشعب الكويتي، اتمنى ان مجلس الامه نقوم بدور افضل من اللي موجود، لكن مقارنه مجلسنا الحالي في المجالس السابقه لا والله افضل بكثير من المجالس اللي طافت. ونتمنى ان شاء الله في المجلس القادم ان ياتي مجلس افضل ما احنا فيه الان، ويجي نواب من عيالنا من جيل الشباب ان يترك لهم المجال، واخص فيهم بعض القوى والتيارات السياسيه ان يعطون عيالنا مجال. يعني الحين الجيل الثاني وصلت اعمارهم على 50 سنه، الجيل الثاني الشباب، ولحد الان ما وصل لعضو مجلس امه، ولحد الان اللي عمره مع الاسف يعني فوق ال80 سنه يتكلم، والشباب قاعد ينطرون دورهم ومتى يوصلون ويؤدون يعني واجبهم الوطني من خلال الترشح والانتخاب والوصول الى مجلس الامه. الله يعين الجميع. لا لذلك انه يقول لك طموح اهل الكويت، اهل الكويت 60% شباب ولهم طموح ولنا مشاكلنا، لكن هل احنا قاعد نحقق طموحنا؟ لا بالله ما نرقى، ولو نعمل ضعف اللي سويناه هم ما راح يحقق طموحنا.